السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. جمعة مباركة على الجميع. الحمد لله والشكر لله، أرحمنا الله بالغيث. الحمد لله. أمطار غزيرة بمدينة الدار البيضاء، الله يرحمنا. خلينا ندور لكم كاميرا وتشوفوا الخيرات ديال الله، لأن توحشنا هذا الشتاء بكل صراحة. والله أنا بعدا كنتمنى صباحا ومساء، والحمد لله جيت لكازا أمس، واليوم بدات تساقطات الامطار، وامطار غزيره، امطار الرحمه. الحمد لله والشكر لله. بغيتها في المملكه المغربيه كلها كيف كنتمناها جميع المغاربه. الله يرحمنا. ندور لكم الكاميرا يا اخوان. قولوا العام زينه البنات، قولوا العام زينه المغاربه. ما شاء الله تبارك الله. يا سلام يا سلام عليك، ما شاء الله تبارك الله. تبارك الله. أغيتها يا كريم. الحمد لله والشكر لله. الله يرحمنا. احنا كنعرفوا خصوصا في الدولة المغربية بدون أمطار فالعام الجفاف، لأن عارفين المغرب الحمد لله معروف بالفلاحة، معروف يعني بإنتاج الفلاحي. هنا نسبة كبيرة كتعتمد على الدولة والشعب المغربي، فلهذا الأمطار فهي مهمة جدا. ماشي بحال بعض الدول البترولية وعندهم دائما حرارة مثل الخليج مثلا، أمطار ما كتكونش عندهم. مازال دابا ولا تكون عندهم. واحد السنوات عشت فيها أنا ما كناش كنشوفوا الأمطار. النهار كيشوفوها الناس كتخرج للشارع فرحانة بالأمطار، تخرج من سيارتها ويخرجوا الدراري الصغار من ديورهم كأن شيء عجيب كيشوفوه، لأن المطار ما كيشوفوش لسنوات. كاين اللي تزاد في عمره 16 عام ما عمره شاف أمطار في حياتهم، غير إلا سافر لشي بلاد هكا في دول الخليج. كاين اللي عنده 20 عام، كاين اللي عنده 30 عام شاف أمطار مرة واحدة في حياته ولا جوج، مرة في العام. وكيكون في مدينة واحدة مثلا نقولوا في بعض المدن، مازال السعودية والإمارات مؤخرا والخليج عامة ولا كتكون فيها أمطار. حنا ولينا كنشوفوا الأمطار كتهرب منا. واش العالم ولا كيتبدل كيتغير؟ واش الجزيرة العربية تولي ترجع خضراء وحنا يولي عندنا الجفاف؟ ولكن ربي قادر وعالم وعارف الحمد لله العباد ديالو اللي كيتمناوه كيعطيه لهم. فلهذا ما علينا الا ندعيو الله سبحانه وتعالى. فهذه رحمه كتفرح صراحه، كتفرح. ما شاء الله ما شاء الله. ادعيو الله في الامطار، ديما الواحد يدعي الله سبحانه وتعالى بالشفاء، بالغناء، باصلاح الذريه، اي شيء في خاطرك. لما يصب الغيث ما عليك الا طلب الله سبحانه وتعالى، فالاستجابه مردودة إن شاء الله من الله سبحانه وتعالى. الله أكبر. قولوا لنا الناس في التعاليق، كل واحد من أي مدينة قولوا لنا واش عندكم الشتا ولا لا. حنا الناس داعين السباع، حنا دابا في روتورات ديال الدار البيضاء، والأمطار ما شاء الله خيط من السماء. الصويقلاط راه ما وقفش دابا شي ساعتين من قبل ما نصليو صلاة الجمعة. الناس صلاو على برا وعلى الشتواني، الناس مع الجوا معامرين، والشتا كطيح على الناس وكيصليو. الحمد لله. صلاة الاستسقاء صلاوها الناس، الحمد لله والشكر لله. هذه رحمة من الله، فرحة كبيرة. وغبرنا عليكم، نسينا كاع بأن احنا غبرنا عليكم مدة هادي، راهي مع السفر وهكوك والأشغال والمشاريع ديال أسرار الغربة، وحنا هذا هو اللي مغبرنا. هذا ما كان. وان شاء الله دائما ديما كنوعدكم غنكونوا معكم، ولكن غادي نكونوا معكم اللي غنكونوا دايرين واحد الاستوديو طب وحنا كنوجدوه، يكون ان شاء الله في المستوى ديال المشاهدين ديالنا. انا ما شاء الله كنعرف المشاهدين متبعين اسرار الغربه، اللقاءات اللي كتلاقاوهم في كل مكان، غير في هذا الصيف في كل مدينه في كل مكان كتلاقى الواحد. الحمد لله كتشوف انسان في مستوى كبير، انسان تيقول لك انا مهندس، انا دكتور، انا في رجل امن، انا هادي. يعني كل واحد في مستوى راقي، فكل احتراماتي لكل واحد. يعني كتلقى الناس اللي متبعك ليها جاه وباع كيف كنقولوا حنا،
ياك هي هذيك صحيحه، وكيتبعونا وكيقدرونا كنقدروهم، ولينا الشرف هذا كيشرفني ولي فرحه كبيره، وهذا الشيء كيخلينا نزيدو نستمروا حنا في هذه المنصه هذه وفي الفيديوهات ديالنا. لو لقاو العكس طبعا غادي نلغيو، ما نديرو حتى شي فيديو، غنقولوا كتخربق ود السي عبد الرحيم، قناه اسرار الغربه راه كتخربق فيها. كان الحمد لله عندنا متابعين ديالنا، واليوم حنا كنديروا هاد الفيديوهات وهاد اللايفات على هاد القناه هادي. ودابا هاد الفيديو هذا نديروه على الامطار، الفرحه ديالنا على الامطار اللي كتصب على الدوله ديالنا الحبيبه، هاد البلاد الغالي، هاد البلد اللي مرشوم ومطبوع في قلوبنا كمغاربه ملكيين ابناء الاصول المغربيه. خلينا من الخونه، الخونه هما اللي قطعوا كاع الشتاء، مابقاش كاع كتجي ولا مفسدين. فالحمد لله والشكر لله، هذا من عند الله سبحانه وتعالى. الله يدومها، الله يدومها عنا، الله يدومها عنا. رحمة إخوان ما شاء الله. كلشي فرحان دابا، البشر، الحيوانات، كلشي فرحان، الأشجار، الأرض، الحجر والأشجار، كل شيء كتحس بيه فرحان ملي كطيح الامطار. سبحانك يا عظيم، شوف السماء، السحب ديالها كيف جميله، سبحانك يا عظيم، الله اكبر. دعيوا الاخوان، دعيوا مع انفسكم اولا في هذه الامطار، واللي ما عندوش في مدينه الامطار الله يوصلها ان شاء الله. حنا بغيناها تعم المملكه المغربيه من طنجه للقويره، لان كيف قلنا راه هي اللي كتنفع، والحمد لله اللي كتنفع في هذه البلاد. اللهم لك الحمد، هذا من فضل ربي، هذا من فضل الله سبحانه وتعالى. لا إله إلا الله محمد رسول الله، الله أكبر. يعني يلا خرج الناس من الجمعة في هذا الحي. وحياكم الله وتقبل الله، والله يرحمنا ويرحم جميع المسلمين. فاخواني اخواتي دابا كتبعنا واحد القصريه ديال الكسكسو ان شاء الله باذن الله، وغادي نصورها لكم. قصريه ديال الكسكسو بيضاويه وشلحاويه من الفوق وفي الدار البيضاء باذن من الله. يلا نشوفكم على خير اخواني اخواتي، وتحياتي لكم، احبكم في الله، والله يرحمنا ويرحم جميع المسلمين. الكساكيس مع الامطار، يا سلام، اللهم ارحمنا غيتها يا كريم.